والشدة تصنع الأبطال، مع العزم لا محال. أنا شخص بيحب القطط جدا وبحب أربيهم. في فترة من الفترات كان عندي قطتين حامل وكانوا هيخلفوا في نفس الوقت. واحدة منهم ماتت وهي بتولد وسابت لي قطتين صغيرين، فروحت خليتهم مع التانية اللي كانت خلفت وحالتها كويسة على أمل إن هم يرضعوا مع أولادها، وفضلت جنبهم أراقب اللي هيحصل. في البداية الأم اتعرفت عليهم إنهم مش ولادها، وكانوا كل ما يقربوا منها كانت هي تبعدهم. قط منهم قرر يستسلم للجوع وبطل يروح عندها تاني، لكن التاني فضل يحاول تبعده، يرجع، تمشي، يروح وراه، لحد ما هي اللي زهقت وسابته يرضع مع أولادها. موقف بسيط جدا زي ده بيمثل الحياة اللي احنا عايشينها. اللي بيزهق ويستسلم بسرعة بيسلم نفسه للجوع والموت، اما اللي بيقاوح ويحاول فدايما بيوصل. لكن خد بالك، انت ممكن تكون فاهم ان التفاؤل هو الاصرار، وده غلط كبير. في فروق كبيرة جدا بينهم. التفاؤل ساعات بيخلي الناس تشكك في نواياك، ما هو لما كل حاجة تبقى باينة مقفلة وسودة وانت شايف الدنيا وردي يبقى اكيد في حاجة غلط. اكيد عندك حاجة الناس ما تعرفهاش، او بتخطط لحاجة الناس ما تعرفش حاجة عنها. التفاؤل بيخليك زي اللي ماشي وماسك طبق بيض، تفضل تقول لنفسك انا هكسب، انا هنجح، انا هقدر، لحد ما تصدق ده فعلا. ولما تصدقه تخاف تغلط، تخاف تخاطر، تخاف تاخد خطوة غلط عشان ما تكسرش البيض اللي انت شايله، عشان ما تحطمش الحلم اللي انت مصدقه. فتفضل ماشي ببطء وحرص. والنجاح مش عايز كده، النجاح عايز جرأة ومخاطرة. انت ممكن تفضل تقول لنفسك انا ناجح، انا تمام، انا مفيش مني، وتصحى كل يوم تبص في المراية تشوف ايلون ماسك واقف، لكن مع اول خبطة الحياة تديها لك كل ده يروح. لكن الاصرار مختلف تماما. الإصرار هو إنك تختار تكمل حتى لو كل الدنيا بتنهار من حواليك. أنا أبدا مش ضد إن الإنسان يكون متفائل، بس مش كل التفاؤل بينفع. مفيش سحر بيشتغل لما تفضل تكرر كلام زي أنا حلو، أنا كويس، أنا تمام، أنا زي الفل. لكن التفاؤل اللي فعلا بيكون مفيد هو التفاؤل الناتج عن خبرات حياتية وتجارب سابقة. يعني مثلا أنا عارف إني هقدر أعدي الامتحان الصعب ده لأني عديت بالأصعب منه. أنا عارف إني هقدر أشيل الوزن ده في الجيم لأني شلت زيه أو قريب منه قبل كده. الثقة الحقيقية مش مجرد كلام، لكنها نتيجة لأنك كسبت كتير وفشلت كتير ووقعت واتعلمت وقومت نفسك وكملت. بس يعني أنا شخص لسه بادئ حياتي وما عنديش أي خبرات، المفروض إن أنا ما ثقش في نفسي خالص. يعني في الحالة دي تقدر تلجأ لحاجة تانية، 3 خطوات بسيطة بس لو طبقتها هتديك قوة جبارة وهتخليك تقدر تكمل مهما حصل. الخطوة الأولى، حدد هدفك واقطع عهد على نفسك انك مش هتستسلم. فهم نفسك انك عاوز الحاجة دي وهتفضل وراها حتى لو كانت الدنيا كلها واقفة ضدك، لان اي حاجة تستاهل بتكون غالية وتعبها كبير. الخطوة التانية، جهز نفسك للفشل وتوقع الأسوأ. يعني فكر ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل لو فشلت. تخسر فلوس، تسيب شغلك، ناس يشمتوا فيك. طيب تمام، تقبل ده من جواك، وقتها هتحس براحة غريبة لأنك خلاص مش خايف. وما دمت مش خايف هتقدر تبذل كل مجهودك وتاخد خطوات جريئة وتغامر وانت مرتاح. انت نفسك لما بتيجي تتعلم السواقة ما بتتعلمهاش على مرسيدس موديل السنة، بتتعلمها على 128 حمرة، وده لأن ما عندكش حاجة تخسرها، أو بمعنى صح خسارتك قليلة. وده بالظبط اللي بيحصل لما تقتنع إن الخسارة ورد. الخطوة الثالثة، اتعلم من كل خسارة بتخسرها. الانتصارات بتخدرنا، بتخلينا عايشين في نشوة بدون ما نتعلم، أما الهزيمة فمنها بتكون الدروس الحقيقية، وهي اللي بتخلينا نقف ونسأل نفسنا احنا عملنا ايه غلط. انت بتقدم محتوى هادف من وجهة نظرك لكنه مش لاقي القبول والنجاح اللي انت كنت متخيله. ما تقعدش تشتم الناس انهم بيشهروا اللي ما يستحقش، لكن حلل نفسك، حلل محتواك، شوف انت غلطت في ايه وغيره. انا شخصيا اي نجاح حققته في حياتي كان نتيجة مباشرة لفشل قبله. دخلت طب بشري وما قدرتش اتأقلم، حولت اسنان وقدرت انجح واكون متميز. خسرت بنت كنت بحبها لكني بعدها قرأت وفهمت اكتر عن العلاقات والحب. كل ضربة علمتني، كل خسارة فتحت لي طريق. وفي النهاية عاوز أختم بمقولة بحبها، وهي تهيأ للهزيمة ولكن قاتل بعزم المنتصرين. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة، واشوفكم على خير في حلقة جديدة في الشارع.